كيفكم طيبين؟ ان شاء الله تبقوا راجل. النهارده معاكم من تحدي جامد جدا. هنعمل تحدي ما عملناهوش قبل كده خالص في القناه دي. تحدي طبخ. هنعمل بيتزا، كلام على بيتزا. كلام على بيتزا. وانا ما عملتهاش خالص قبل كده. وانا عمري ما دخلت المطبخ قبل كده. بالظبط كده. فهنشوف مين اللي هيعمل بيتزا احسن في الشكل واحسن في الطعم واوفر شويه في المكونات، ولا دي مش لا احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش عليها. انت شكلك جبت حاجه اوفر في المكونات وعايز تدخلها في النص. انا جبت بصراحه حاجه شقلب وقلب كده على قد. جبت بيتزا بقى إيه؟ بيتزا. ماشي خلاص، خلينا نشوف كده هنعرف نعمل ايه. يا رب ما نحرق المطبخ. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للشانل. يلا بينا نشوف ما نعمل ايه مع بعض. يلا بينا. يلا بينا. ورجعنا تاني مع بعض ومعانا المكونات عباره عن ايه بقى يا زوزو؟ اشرحي لنا كده معلش. دقيق وملح وسكر زيت خميره. تمام. كل واحد بقى وصفته معاه هو اللي يعملها. امين ماشي. امين. اوكي يلا هنبدا مع بعض كده ونقول بسم الله. بسم الله. انت معاكي ايه؟ الوصفه. انت بتطلعي ايه؟ الوصفه عشان انت غشاها؟ لا ما انت كمان غشاشها، ما تقولش مبرشماها؟ دماغ. طب اهو فرشنا البتاع ده عشان الترابيزه ما تتبهدلش. بس انا لسه ناقصني حاجات. ايه؟ انا كاتب حاجات عندي انت ما جبتهاليش. اللي هي ايه؟ ناقصني المفروض استني اجيب. مش فاكر. انت بتغش الوصفه؟ بقى ناقصني. طب ما انا معايا اهو. استني اقول لك انا. بس دي حاجات في الصلصه بقى. لا احنا دلوقتي العجينه لسه هتتخمر. ماشي يعني هنخلي دي في المرحله الثانيه. ايوه. اوكي. انت عارف ان العجينه هتستريح. واحنا كمان لازم نستريح في الحر دي. خلاص ماشي. يلا. اوكي انا جاهز. وانا كمان. يلا بسم الله نبدا التحدي. هو ايه الفرق ما بين الدقيق ده وده؟ هو بس عشان لو خلص انت يعني. صب من هنا وانا هصب من هنا، ايه رايك؟ ماشي. هو بص بيقول لك ايه، انا عندي 2.5 كوب دقيق. انت عندك ايه بقى؟ انا عندي 2 كوب دقيق. المكونات بتاعتك دي بتعمل كام بيتزا؟ المفروض 2 صغيرين. انا حاسه ان انت مش عارف المفروض قد ايه، صح؟ قول الحقيقه. لا هي بتعمل واحده يعني ممكن، بس ايه نقسم الكميه على 2 علشان لو عندنا عدد، يعني لو عندنا كميه ناس فنقدر ان احنا ناكلهم يعني. انا بتاعتي الكميه اللي انا هعملها دي ل2 بيتزا لسبب بقى. عشان لو بتاعتك طلعت وحشه وانا شايفه ان هي هتطلع كده هعمل لك الثانيه. انت شايفه منين؟ ما احنا لسه ما بدأناش. حاسه. معلش خلي الاحساس ده ينفعك في الاخر. ماشي. يلا انا عايز العجانه. العجان؟ اوبا ده انت بص جاي على حاجه سهله صح؟ انا مش هبدأ في ده الاول. لا ماشي. في الكبه عندك هناك. يلا فين هي؟ ايوه هنا. هي دي؟ انا هحط الدقيق بقى عقبال ما هو يجيب الكبه بتاعته. وقلعت الكاب وشكلك داخل على شغل جامد. بقول لك ايه؟ طب انت عايزه ايه في دي؟ عايزه ايه منها؟ ما انت مش هتعجن فيها. انا شويه هحتاجها. مش هتعجن فيها، انا هعجن فيها يا احمد. عايز واحده. انا دلوقتي عايز واحده لما اخلص اعمل ايه؟ ايه دي؟ يعني هتغسلها لي؟ لا ما هو فيها دقيقه، انا ما حطيتش حاجه. لا انا عايزه ان هي تبقى فاضيه عشان احط فيها زيت وبتاع. ما تبوظليش بعد اذنك المكونات. ناخد ايه؟ معلقتين؟ لا كوبايتين. كوبايتين دقيق. معلقتين؟ هتاخد معلقتين بس. طب انا هحط معلقه ملح. انا عندي كوبايتين دقيق. هما مش كاتبين معلقه ملح كبيره ولا صغيره؟ يعني مش انت برضو بتقولي بالاحساس؟ اعملي باحساسك بقى. نحط صغيره صح عشان ما تملحش؟ مش عارف. هو اللي مش عارف. انا مالي. انا عندي كاتب المكونات بتاعتي صح. تمام كده. ايه؟ حط شويه كمان. كوبايتين. خدت كوبايتين. خدت كوبايتين. وبعد كده معلقه ملح صغيره. ماشي. ايه ده؟ بيقول لك نص كوبايه ميه دافيه وبعد كده نص كوبايه ميه دافيه تاني. يعني هعمل ايه؟ طب ما تحط كوبايتين وخلاص ميه دافيه. لا هي بص كاتب ايه؟ نص كوبايه ميه دافيه نقلب فيها 3 معالق سكر وكيس خميره. يعني الكوبايه هنقسمها على 2. طب ماشي ما تعملي كده. انت جاي تقولي لي انا بقول لك على فكره ده كان اختبار. انا مالي؟ انا مش معاكي اصلا. بتختبريني ليه؟ انا ضدك. احنا ضد بعض. احنا ضد بعض. ابعد بقى كده. 2 معلقه خميره صغيره.
انا هنا هحط ايه نص كوبايه ميه دافيه. نعمل الخميره دي بتتفتح منين؟ انت معاكي مقص صح؟ دي كده مش نص كوبايه. بص نعمل الخميره. دي اكتر، كده نص كوبايه صح؟ دقه بس في 2 معلقه خميره صح؟ طب بقول لك ايه، ما انا ادلق نص الكوبايه الاولاني هنا ولا اللي هي ايه؟ ما كانتش نص كوبايه. ايوه 2 معلقه خميره ماشي. صغيره صح. حاسه انها تطلع احلى بيتزا في الزباله. ليه بس؟ سيبها على الله، سيبها على الله. هنعمل بالله. دي خميره بس كده، الخميره تمام. وبعد كده 2 معلقه كده نص سكر. انت عايز شويه ميه عشان دي زادت عن نص كوبايه، خد معلقه. لا لا انا حطيت انا نص كوبايه خلاص، اعمل يا ايه؟ بنتي انت عايزه ليه تبوظي لي الخلطه بتاعتي؟ مش عايزه ابوظها، وابوظها لك ليه اصلا؟ سكر صغير. انا واثقه في نفسي. انا واثقه بنفسي. 2 معلقه نقلب سكر. بقى اللي احنا حطينا ايه نص كوبايه هنا حط 2 معلقه انت سكر. موترني في المطبخ. على فكره انا ما جيتش جنبك. انت موتر، أنا حاسه بعمل ان لما شغلي. حد بيطبخ معايا انا بعمل شغلي متوتره. بعد اذنك. ماشي. معلقه زيت كبيره. ايوه 3 معالق سكر، يعني هو حط معلقه واحده ملح و3 سكر. بقول لك إزاي؟ ايه، هو ده كده مفتوح ولا لازم افتح ده برضو؟ انت لو عايز حبه صغيره يبقى لا من انا دي. عايز املى معلقه. يبقى اشيل بقى دي. هو كاتب ايه؟ ايوه صح، معلقه. اول حاجه هندوب الميه الدافيه دي، هنحط فيها حطينا 3 معالق سكر وهندوبهم، وبعد كده نحط الخميره. عارف ليه؟ يا نهار ابيض، انا المفروض اصلا ما كنتش حطيت الزيت دلوقتي. والله العظيم. بعد ما ندوب بقى، انت عارف بنحط الخميره في ميه دافيه وسكر ليه؟ ايه؟ عشان نتاكد ان هي اشتغلت. يعني طريقتي دي هتبين الخميره شغاله ولا لا، طريقتك لا. هتبان ان شاء الله ان هي كل حاجه شغاله. بقول لك ايه؟ ايه البتاع ده بيتفتح ازاي؟ اهو. تمام ماشي. شوفوا انا من التيم الطيب اللي بيساعد التيم التاني. جدع. هو وانا بساله مش راضي يساعدني في حاجه. انا كده برضه انا صف واثق إن النية أنا الوصفه تطلع حلوه على طول. واثق ان انا هكسب يعني ان شاء الله. ايوه الميه دافيه بقى، فين الميه؟ اهي. طب يا احمد، انت ناوي تعمل البيتزا بتاعتك بايه؟ انا هعملها بالسجق وش، عشان انا كده بحب السجق موت. هو انت بتعمل ايه؟ هتعرف تكنترول كده قد ايه الكميه؟ ايه؟ السؤال ده لو تفكرر تاني هفجر المطبخ في دماغك. لو السؤال ده اتكرر هفجر ده في دماغك. بقول لك ايه، هو عادي انها لفت حوالين ايوه، طب ما هي كده بقت تبقى عجينه. كده تمام صح؟ هي لسه، ايوه دي لسه بتلزق. ايوه هي عايزه دقيق، بس انا مش عارفه تزوده هنا ولا هتزوده عادي برضه. عادي نزود هنا. ايوه نحط شويه دقيق علشان انا حاسس ان هي ايه، مسكت سيكه. هقعد اقلب الميه اللي احنا حطيناها ونسينا نقلب كويس دي. انا عايز المفروض نخلي دي ربع ساعه بس مفيش وقت، فانا هدلقها على طول. عايز سباتula عشان اشيل من حوالين السكاكين. لزق فيها بإيدك. لزق فيها. يا نهار ابيض. احنا كده عشان انا زودت الميه طيب ولا زودت ايه مش عارف. يا ابني والله العظيم الاحسن. لزقت ازاي؟ دي لزقه خالص. هي محتاجه دقيق تاني ما انا حطيت. انا حاسه ان احمد البروسيس بتاعته اسرع مني. هو خلاص بيعجن، انا لسه مستنيه الخميره تتخمر. ما يا ريتها تتعجن وتتثبت. انا حاسس ان في حاجه غلط. البتاعه عماله طالعه لحد فوق. يبقى كده خلاص لازم تتعجن بالايد والله بجد. بجد؟ اه اهي كده بدات ما تلزقش في الايد اهي. كده بدات ما تلزقش صح؟ ايوه نجحت. نجحت الحمد لله. انا كنت متاكد اصلا ان ربنا هينصرني عليك. بص خليها بس، وانت كده العجينه مش عارف تطلعها. بص الخميره طلعت رغاوي، فكده غالبا خلاص اشتغلت، فانا هحطها هنا كده. ممكن انسحب؟ بجد؟ ماشي عادي ممكن تتسحب، بس مالكش غدا النهارده عشان احنا هنتغدى بالبيتزا دي. ازاي يعني؟ هو ايه اللي ازاي يعني؟ هاكل معاكي اكيد من البيتزا بتاعتك.
لا مش هاكل حد من البيتزا بتاعتي. انا لزقت مني خالص. طب دلوقتي مكتوب ربع كوبايه رايب ومفيش رايب، اعمل ايه؟ محطوش صح؟ لبن عادي بقى. لبن؟ لا ما اعتقد ان الرايب شبه الزبادي مش اللبن. حط لبن بس ما تقلقيش. طب هو بيقول لك ايه، نص كوبايه زيت. انا بقول لك حط لبن ما تقلقيش، انا خبره اصلا في موضوع البيتزا ده. يا ما اكلت بيتزا في مطاعم بجد مش بهزر. بعدين عماله بتلزق في ايديا مش عارف اتصرف. زوزو حقيقي انا بضيع، لزق. انا بضيع بجد. لا لزقت في صوابعي. طب انا هزود دقيق تاني. لا بس كفايه عك بقى، كفايه عك. ما هو بجد اصل هي ناشفه قوي، يعني مش ناشفه، طريه قصدي. اعجنها هنا على البتاع وهتظبط معاك. ما تعجن تقعدش- هنا؟ اصلا اللي اعرفه ان انت كل ما تعجن العجينه كل ما بتمسك اكتر. او انا بفتي مش عارفه الصراحه. لا انا سمعت برضو كده صح. بجد؟ امم بقول لك ايه، مم. هي لما العجينه كانت سايله منك كنت بتحط دقيق؟ باظت. دي ايه دي عصيده دي ولا ايه؟ عصيده صح؟ يا ريت عندي عصيده واربع ثواني ورق. يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق. بس بقى عمال بيشغلني عن العجن عشان ايه؟ بس استني عشان انا خلاص بقى، بوز. انا طالع انا طالع. ايه ده هي لزقت بس خلاص. شكلها حلو والله. انا قربت اخلص على فكره يا جدعان، والله قربت اخلص ان شاء الله شكلها ربنا حلو. ينصرني. بتاعته الصراحه شكلها حلو. بس كده نيجي هنا بقى عشان ايه نديها الفينش. وطريه. جامد يا بنتي والله العظيم. يا بنعمل كده 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 كده، نحط فرشه دقيق تحت. نجيب لك الدقيق. انا هتعامل ماشي. عشان بس ما اهو اعطلكيش، اهو. عشان ما اعطلكيش وبعد كده تروحي خسرانه وتقولي ايه ده ازاي، هو في حد بيقلب بايديه؟ لا هفهمك، عشان دي طريقه جديده ان انا بسيبها تتخمر وبعد كده برجع اضيف لها دقيق واسيبها تتخمر اول تاني. مره اسمع عن الطريقه دي. انا بقول لك الطريقه دي صح، والله الطريقه دي صح. بس بعد اذنك ايدك اشمعنى ايدك بس عليه؟ لما بتاعتك تطلع يبقى العبي عليها براحتك بعد هي اذنك. دي ازاي بتقضي 2 اصلا؟ شكلها صغير قوي. بجد ولا لما هتتخمر هتكبر؟ هي بالنسبه لي ممكن اعملها واحده بس عشان بس ابقى ايه، اكل واشبع. بقول لك إيه ايه، انا بقى؟ جايه وراك اهو. بص بقى، بنخليها بالمنظر ده وهنخليها تتخمر شويه، بعد كده نرجع نحط عليها ايه، دقيق تاني. حط شويه دقيق تحت كده هنا مش كتير، افرده كده على على الترابيزه. انا بقى هغطي بتاعتي. حط بقى بتاعتي. ايه ده؟ ايه؟ هي كده خلاص؟ لا ما انا هخليها تتخمر شويه وارجع اضيف عليها اعجنها تمام بقى. ماشي، انا فاكر خلصت كده. لا هخليها تتخمر في حته دافيه. ايوه يا خباز اديني. لا ده اقول لك ايه، ده انا عاجبك قوي، بس انا حاسس ان البتاع ده مش مساعدني بجد. ايوه جيبه في البتاع، جيبه في محتاج حاجه تتحط. انا احط ممكن صينيه ولا ايه رايك؟ لو ده تعبك حط صينيه. لا بس هي ان شاء الله هتظبط هي شكلها حلو. بجد. ممكن تستها طريه ولا لا. بص يا جماعه. هو ما بتلزقش. لزق. تالي عايزه شويه دقيق. لا هي حلوه كده خلاص. عادي صح؟ حلوه، عشان لو حطيت دقيقه هتنشف. ايه ده انت بتساعديني يا زوزو والله العظيم انت. شفت انا طيبه ازاي؟ طيبه ما شاء الله، يعني غير لما الناس بتقول عليكي خالص. الناس بتقول عليا ايه؟ بتقول عليكي يعني كل خير. بس كده احنا كده شايف ان هي كده تمام. نحطها ايه بقى، ندهن زيت البتاعه دي، زيت ندهن البتاعه نفسها بالزيت. ايوه حركات المحترفين ده. ليه تمام. بقى يا احمد؟ ايه ليه بقى؟ مش عارف، انا شفتهم بيعملوا كده. كنت متاكده. وبعد كده ايه، نروح مدخلينها جوه ونعملها الليسه كلها في الزيت داير برضه كده. بصوا كده، بص كلها بقت مزيته، الجناب فوق تحت. نجيب بقى ورق الاسترتش ونروح مغلفينها ونسيبها بقى ترتاح بقى ايه، ساعه ونص براحتها. ممكن نستخدم فوطه، نحاول ان احنا ايه نخليها درجه الحراره العاديه بتاعت الغرفه ساعه ونص كده، وبعد كده نبقى نرجع نطمن عليها عامله ايه. يا يا عمي ليون كينج. دلوقتي عدى ربع ساعة، فهنيجي نشوفها بقى ايه اللي حصل فيه.
شكلها إيه ده؟ هتنجح ولا ايه؟ ما شاء الله دي ملت. تكلت. شكلها جامد قوي. بص هو اللي جاي ده يعني دي الحاجه اللي انا هحطها دلوقتي دي، هي ما كانتش موجوده في الوصفه بس انا حابه احطها. دي بصل بودر، هحط كده معلقه عشان يدي العجينه نفسها طعم يعني، وهحط شويه زعتر كده. مش عارفه هعجن بايدي ولا بايدك طبعا يا زوزو. ماشي. احنا مفروض هنزود قد ايه؟ 3/4 كوبايه دقيق تاني. 3/4 اه دي كده 3/4. يعني دي كده بعد النص بشويه صح. احنا المفروض هنحط. ما ساعدكيش والله، انا مش فاهم مش عارف ليه. انا لسه مساعداك من شويه. بجد؟ ايوه صح. ماشي. احنا هنحطهم كده وهنقلب بايدينا. تصدق انا مش من الناس اللي بتعرف تعجن اصلا يعني. انا لا اي لا حاجه ده تعالي بقى انا اعلمك بقى في حوار العجن ده. انا اطبخ عادي، بس اي حاجه فيها عجن بخاف منها. اي حاجه فيها عجينه بخاف منها، لا دي شغلتي. بحسها هتفشل لعبتي. مني، معرفش ليه. دي لعبتي حوار العجن ده. لو احتجت حاجه انا موجود، اساليني بس. ماشي يا عم. انا بتاعتي اصلا سايبها خلاص بترتاح ما دي هتروح ترتاح معاها واحنا نرتاح. ماشي. انا دلوقتي لميت العجينه كده، احط شويه دقيق هنا. خلاص الورقه دي احنا مش عايزينها كده. احنا كتير صح؟ كده كتير صح؟ ايه ده كتير. ايوه اعمل لنا شكل بقى اهرامات كده اعمل لك اكتب لك ايه؟ الله الله. الله. مش وقته مش طب وقته. يلا بقى بلاش لعب. هعجن بقى العجينه كده شويه بس. بص عجينتي طريه ازاي. نقعد بقى نعجن بقى. الله يا عجينه احلى من عجينه ناس. هو ليه طلعت الزيت ده كله على البتاع؟ يا نهار ابيض. هو اللي قال لي حطه كده يا عمر وانت اي حاجه العربي. اي حاجه تلاقيها قدامك تروحي. لا عمر العربي بثق في وصفاته الصراحه، بجرب منه وصفات كتير وبتظبط. طيب هي واضح ان المره دي كده مش هتظبط. لا يا عم ان شاء الله. شاء نحط الله لها بقى. طب إيه؟ دقيق تاني. والله براحتك. ايه ما انت لسه كنت عمال بتزود دقيق. نهار ابيض. هي الدقيق ده تراي اند ايرور يعني، بنقعد نجرب عشان مش اي دقيق بيبقى نفس صح. امتصاصه للماء. بس اصلا البتاع بقى زيت ازاي. واحنا إيه ده؟ هنرميه. ايه ده. بقول لك ايه، انت هتاكل دي وانا هاكل التانيه ماشي؟ لا وعلى نفسك يا ماما. هي ليه ما بتعملش زي بتاعتك؟ دعاكي دعاكي. هو قال لي عجينه 10 دقايق. عادي. هتنجح. وهتقول ان بتاعتك يا زوزو احسن وهاتي حته. لا بالمنظر ده مش عايز حته. طب والله هي على فكره العجينه ناجحه اهي. انا مش عايز. انا مش عايز باللي هي المزيته دي. بس عامله ازاي؟ يا هو اللي قال حته نص دي عامله كوباية. زي اللبان. ما هو والله. ده السر. على فكره إيه؟ هو بس انا عارفه ايه المفرش ده هو اللي مبوظ يا العجينه. سلام. ايوه كده. هو قال عجنوه 10 دقايق فهنجي لكم بعد 10 دقايق عجن يا جماعه. ماشي. يا زوزو عدى 10 دقايق يعني. كده شايف- وجعتني مش والله. شايف فرق، وريني كده. اهي. انا مش شايف فرق، حاسس ان هي برضو لسه طريه. لا يا حلوه. بجد. بص هو قال لك ان انت تعرفها ان هي ايه مم. حلوه ولا لا. من ان ايه؟ انت تفتح كده ايوه تشوف النور. ورينا كده. شفت النور. ان شاء الله عنها شافت النور. انا تعبت مش قادره اعجن تاني لا خلاص. انت واضح ان انت النهارده هتطلبي دليفري بقى. لا انا هاكل معاك. لا يا ده هناك ده هناك. زوزو انا حاسس ان انت اكنك بتمرشيها أنا زي عايزة- الغسيل. عايزه اطلع اللي جوه بره واللي بره جوه. ماشي، ما هي دي بتتعمل عشان- عادي زي ما انا كنت بعمل كده. اتعلمي مني، حاولي تاخدي مني اي حاجه. شكلي هعمل زيك بعد كده. طيب بص بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ إيه نحط بقى؟ دقيق. تاني خامس سادس. سابع. اخر حبه دقيق. اخر حبه دقيق ماشي. مم. عشان هو خلاص عدى ال10 دقايق عاجن غالبا يعني. انت داخله في ساعتين ونص. 10 دقايق. الله بقت حلوه ايه. شايفه كده. بص مش مهم المهم الطعم يبقى حلو ان هي ايه. ايوه صح صح الفينش. الفينيش بالظبط. هنجيب بوله نضيفه واحط فيها زيت واحط دي جواها واسيبها تتخمر جنب بتاعت احمد. هنسوي دلوقتي السجق كده ايه، نص سوا او 3/4 سوا، عشان هو هينزل بعد كده الفرن. ينزل ايه، يدخل الفرن ويكمل سوا جوه. ماشي يا فنان. تمام. نحط كده حبه حبه، نحطهم كلهم. لسه هنقعد نعمل حبه حبه، ناخد بس ايه
لون كده، وبعد كده نروح ايه نشيلها على طول. ريحه سجق جامده الصراحه. ينفع ندوق؟ انا شايف كده ان كده حلو. تمام. الباقي بقى ايه ياخد سواه في الفرن. دلوقتي جه وقت زوزو. ولا حط تقول لي سجق بقى ولا بقى الكلام ده. احنا أيوة. هنشتغل في الفاهيتا دلوقتي. ورينا الشغل يا هنا باشا. فراخ متبله ماشي، ومعاه بصل. ننزل في الطاسه. في دي ايوه شامم الريحه. هي لسه ما طلعش ريحه، مش هنضحك اقسم على بالله بعض طلعت ريحه. بجد. هضحك عليك هغشك يعني. انت تعمليها عادي على فكره. مش انا بقول لك احنا ضد بعض. ايوه احنا ضد بعض. بس الكلام بقى اللي جاي ده سيبك من العجينه. المهم الحشو. لا يا باشا مفيش الكلام ده. لا الريحه طلعت فعلا. شفت؟ انا بقى بكدب ما بغشكش انا. لا صدقت يا زوزو. البيتزا يعني تشيكن رانش. بيتزا يعني ايه تشيكن رانش؟ تقول لي السجق ده يعني كتير. لما نشوف. اما هنشوف ان شاء الله، بس العجينه تخمر وتظبط وهنشوف. احنا قاعدين على امل ان العجينه تظبط. ايوه او انت اللي قاعده على الامل بقى. انا بالنسبه لي بقول يا رب ما تظبط ان شاء الله يعني. بتاعتك بتاعتك انت. بتاعت انا انا بتاعتي ظبطت كده خلاص. ظبطت. لا لسه ما شفناش، ما ممكن لما تستوي تبقى وحشه وبتاعتي لما تستوي تبقى حلوه. لا مفيش الكلام. ورجعنا لكم تاني وهنعمل دلوقتي ايه الفرشه اللي هي بتبقى ما حكيليش بعد اذنك يا زوزو. الارضيه حلوه، الارضيه اللي هي اللي بتبقى من تحت في البيتزا. تمام. بتبقى عباره عن ايه؟ انا هعملها بصوص احمر. انت تعمليها بحاجه صوص ابيض براحتك. انا هعملها رانش. صح؟ اوكي. فانا عندي قال ايه بقى؟ قال ايه؟ نص معلقه طماطم، معجون طماطم. ماشي. هي دي مش نص. مبدئيا ده مش نص، انت حاطط معلقتين بس ماشي. شغالة. الباقي سيبه يا سيدي في الثلاجه. ماشي. وبعد كده قال عليه ايه؟ نص معلقه زعتر. اهي زعتر اهو. ماشي. معلقه بابريكا. معلقه بابريكا ماشي. تمام. بساعده اهو. هي دي بابريكا ولا شطه؟ لا دي بابريكا. وعايز ربع معلقه ملح كده. يعني ماشي. وعايز ربع معلقه فلفل اسود، وربع معلقه بودر توم. بودره توم. ربع كده. ده نص ده. لا ده نص. ماشي ربع حلو كده. لو بوظت لي الخلطه بتاعتي همسك في رقبتها. بس انا بقول لك اهو. انا مالي. وعايز 4 زيتونات متقطعين بتاعهم صغننين. قبل ما احمد يقطع الزيتون احنا ولعنا الفرن يسخن. والله العظيم عليا تقطيع. نخلص عشان وقت الساده المشاهدين. ودلوقتي انا بشرف عليك عشان بس ما تبوظليش الخلطه. لا بساعدك يا احمد يا عيني. عشان الامل في البيتزا بتاعته شكلها كده. دلوقتي بقى ايه؟ وصلنا للحته المنتظره. كل واحد هيفتح البتاع بتاعته العجينه نشوفها اتخمرت ولا لا. ربنا يستر. يلا 1 2 اتخمرت. بس ايه ده؟ هي ليه بتمين معايا؟ هي بتمين معاه؟ لا انا حاسس ان هي ما اتخمرتش قوي، بس ماشي قشطه. انتوا شايفين اهو. يعني انا بتاعتي ممكن ما تقعش اصلا. لا دي الصدايه حلوه. انا بتاعتي كده جاهزه خلاص ان هي للفرد بقى. وانا كمان بتاعتي على فكره جاهزه للفرد. انا حاسس ان بتاعتك اصلا تكفي 3 تنفار. لا ما دي مش كلها واحده. امال دي هاخد نصها بس. تاخد الصينيه. بص في صينيه صغيره وكبيره. هات انا الصغيره عشان بتاعتي شكلها حجمها اصغر. ماشي. احنا هنا دهنينها زيت وانا هحط عليها ايه ده؟ الدقيق راح فين؟ احنا اتسرقنا. انا هحط عليها شويه دقيق من تحت عشان ما تلزقش. ماشي. طب ما انا كمان اعمل كده بقى. تقليد بعد اذنك عشان ما تلزقش. ما هي معروفه. ايوه انا عارف. لسه عارفها من 3 ثواني صح؟ لازم بس ايه نحطها كده ايه. استنى شويه دقيق كمان عشان بتاعتي كده اصلا عايزه دقيق. ايوه نقعد نخبط فيها كده لحد ما ايه الدقيق يتفرد في الصينيه كلها. استنى بس احط الجوانب كمان. مهم قوي الجوانب. بجد؟ عشان ما تلزقش صح؟ لا زو منك نستفيد برضه. لا انا في النظري ما اقولكش. شوف العملي نيله. ماشي يلا بقى انا هبدا افرد العجينه بتاعتي.
ولكن ايه بقى، مش إيه هفردها هنا، لا خلاص انا هعمل ايه. بقول لك ايه، وانا كله اتعمل الا الحته دي. بس تفتكري دي ممكن تلزق؟ بس زيت صح؟ بس عادي قشطه، مش هتلزق قوي. ماشي اوكي، انت اكيد اللي عملتي كده علشان تبوظي لي ماليش دعوه. البيتزا بتاعتي. طب احنا هنقسمها كده، هي طريه بتاعتي، طريه قوي بزياده. حط لها بجد؟ دقيق. تاني بعد ما اتخمرت. طب بص انا هتعامل معاها معامله بتاعتي اللي ممكن هي تبقى ايه. على واحده بس صح ولا ايه رايك؟ لا حاساها كتيره قوي برضه. برضو؟ نقسمها يعني نقسم على 2. امم بصي دي ارضيتها زيت خالص. طب بص هقول لك على حاجه، ممكن تحط لي شويه دقيق هنا. لا يا احمد انت اتبهدلت زيت. ثاني بقى بعد اذنك، عشان انت كده عايزه تخربي لي الخلطه بتاعتي. يا احمد حط لي شويه دقيق. نفردها بايدينا الاول. يا احمد حط لي شويه دقيق هنا. يوه فين؟ هنا كتير؟ شويه. انا عملت كده ليه؟ عشان بتاعتي فيها سوائل كتيره. بصوا بقى هنحط كده، مش عارفه انتوا شايفيننا ولا لا، وان شاء الله ما تبقوش شايفيننا. هنعملها كده عشان الحواف بتاعتها بمشي زي عمر العربي ماشي، بس روحوا شوفوا الوصفه منه هتنجح. بتاعتي لا، نقعد نفردها. انا حاسس ان بتاعتي عايزه تزيد شويه صح؟ نفردها عشان تخليها رفيعه. ما انا بفرد اهو. بس بص بقى انا عامله، بص عامله، بص شايف الحركات، ده ايه ده عامله الشغل ده؟ الحواف كده. ستافت كراست ولا ايه؟ ان شاء الله بتاعتي تطلع احلى، بعدها احلى. بلوني. بعيدا عن شكلها دلوقتي يقرف، بس مش استغفر الله العظيم. انا بقى هقعد افرد برضو كده فيها لحد ما توصل للاخر، ده اخر الصينيه. افرد ببطن ايدينا بقى عشان ايه؟ عشان تفرد بجد. واحنا لازم نخليها رفيعه، ما ينفعش نخليها زي العيش الفينو بقد كده. دي امهاتنا لما تعمل البيتزا في البيت تقول لك كده، دي افيد. دي افيد طبعا. الله عليك يا زوز. ايوه الفتاتري. يشكر في نفسه ولا مين؟ هي ليه ما وقفت عند حته وحلفه ما تروح تاني؟ ما انا عندي نفس الكلام، واضح ان انا لازم احط حته كمان. انت مرقعها ليه؟ هي ليه مترقعه؟ يعني ايه؟ ليه هنا في فاصل؟ ايوه ما عشان انا زودت حته، حسيت ان العجينه قليله على الصينيه. لو سمحت بصوا لي على الفرده، تجنن في قلبك. ايه ده؟ هي بتكش بترجع تاني ليه؟ بس انا كده تمام. وانا كده تمام برضه. حط بقى الصلصه. انا بقى هعمل تريكه مش زي صاحبنا. اللي هي ايه؟ شوكه. بص. تصدقي صح؟ هعملها بعد ما اخلص. بتخبطني ليه؟ ما هو شويه كده، وسعي شويه، الدنيا واسعه كده. ايه انا زودت. ايوه ادينا في الرانش بقى كده. بصوا بقى اهم حاجه ما نجيبش قلوده قوي، مش اهم حاجه ما نجيبش الصوص على الحواف دي عشان يطلع البيتزا شكلها حلو. بص انا بقول كل حاجه هو قالها وبعملها، بس يا رب تنجح. المهم النتيجه بالاولاني يعني. دي الفاهيتا، ولما استوت حطيت عليها شويه فلفل الوان كده. لا استنى ايه؟ عايزه احط جبنه الاول. احط طبقه جبنه صغيره وبعد كده احط الباقي. دي ميكس جبن. حط السجق، واهم حاجه لما الواحد بقى يوزع يروح ايه، يضغط على السجقايه علشان ما يتحركش من مكانها. ايه فاهم؟ بس ان ده فاتي بس ماشي. لا ده بجد على فكره. بجد؟ انا حاسس اصلا ان انا هحط الكميه كلها. ايوه عشان تبقى ايه، تعجب لجنه الحكام. وبعدين احط الزيتون نرصه كده. احط بقى ايه لير تانية من الجبن. بس يا زوزو قولي لي ايه احساسك كده وانت اول مره تعملي بيتزا في حياتك؟ ايه؟ لا حاسه ان هي لو نجحت، انا بحب البيتزا اصلا، فلو نجحت هعتمدها قوي. نضغط كده على المكونات عشان تلزق في البتاع ما تتحركش من المكان. والله وانت عملت ايه اللي في الجناب ده؟ معلش انا عايز افهم بس. زي البيتزا اللي اكلناها في اذانور. ايوه اللي في الجناب ده ايه؟ فاضي؟ ما هي كنا واكلينها فاضي. انا فاكر فيها حاجه يعني. لا وانت بتقارني نفسك بيهم. تمام. اذانور ده يا جماعه احسن مطعم بيتزا كلنا فيه بيتزا في حياتنا في دهب. انا خلصت قبل، مستنياه اهو. لا جدع يا زوزو. ايوه كده. على فكره انت خدت الزيتون اكتر مني. والله مش عايز اتكلم بقى. سبت لك نصه. انا حاسه ان انا كترت في الحواف شويه السيكه قوي. مش عايز اقول لك كده بصراحه، بس خليها تبوظ. حسك عينك تمد ايدك على بتاعتك. على فكره ممكن تتحل اهي، بسيطه سهله قوي. ماشي. اصغر الحواف اهي كده ماشي. نحط ايه؟ ممكن تسيب شويه جبنه. نحط بقى نحشي الحواف اللي احنا ايه رجعناها دي. ممكن تديني شويه جبنه. يعني خدت جبنتك وعايزه جبنتي، طب ليه؟ بلا لسه يا بنتي. انا بقى باي حاجه ليه ما خدتش بالي من الاول. خد. شكرا، ربنا يبارك لك يا رب وبيتزتك تنجح.
ايوه عشان اكسب كده كده انا عارف. لا ان شاء الله انا. نضغط برضو كده عليها، بس هتبقي كويسه هتبقي كويسه ما تقلقيش. بينا على الفرن. يلا على الفرن. وصلنا للنتيجه النهائيه والحمد لله بيتزتي طلعت بالسلامه. ايه رايكم؟ حاسس ان شكلها حلو. شكلها فظيع. هي نفشت شويتين ثلاثه يعني زي اللي كنا بنقول عليها بتاعت بيتزا امهاتنا، بس لسه بقى هنشوف الطعم ان شاء الله تبقى حاجه عظمه. مش انت اللي هتقرر حاجه عظمه ولا لا؟ دي اللجنه. ماشي ربنا يستر، بس انا واثق ان شاء الله في اللي انا عامله. شايفين العظمه الحمد لله ما كسفتنيش واستوت، وان شاء الله تطلع طعمها حلو. بس هي شكلها جامد فعلا. بصي ويعني قشطه لذيذه، حاساها طريه. الجناب طالع شكلها شيك قوي. هي نفشت طبعا بس كده تشبع اكتر بجد. مم. فينو مدارس. انا بقى دلوقتي هحط لها شويه صوص رانش كده عشان يبقى شكلها حلو في التقديم، تعجب لجنه الحكام. طبعا العين بتاكل قبل قبل البق. يلا بقى نروح نقدم الطباق، هما اللي هيحكموا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. معاكم النهارده لجنه التحكيم المعلم احمد ابو كامل الدسم، وانا مدام زبده المدام بتاعته. النهارده جايين نقيم الاطباق بتاعت الشيفات اللي معانا، الشيف احمد والشيف زوزو. ان شاء الله تعجبنا، وهنقول كل حاجه بالصدق. احنا ما بنتكسفش من حد وما بنخافش من حاجه، هنقول راينا بجد بما يرضي الله. الحلوه حلو والوحش والوحش وحش. يلا نبدا باول طبق. اتفضلوا حضراتكم ويا رب الاكل يعجبكم. شكرا للشيف احمد. هنجرب دلوقتي ونقول راينا. بسم الله. انا شايفه ان هي بيتزا سجق. العجينه منفوشه شويه. بدأتي على طول انت يا حاجه؟ بدأتي جعانه يا حاجه. جعانه. ماشي اكني ما باكلكيش في البيت. لا ده انت خيرك عليا قد كده. امين ماشي. بس عمرك ما جبت لي البيتزا دي. دي شويه عجينه يا حاج. بسم الله. زي الفطير بتاعنا، تحفه حلوه جدا والله. يعني تسلم ايدك يا شيف احمد. العجينه حلوه قوي حلو. والتوبينج حلو جدا. مكونات عالميه 100%. انا حاساها مالحه السيكه، بس هي يعني لا. انا بالنسبه لي ده ذوقي. انا بس عايز شويه كاتشب عليها. تقييمك للشيف احمد كام يا حاجه؟ 10 من 10 بجد والله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض جدا. انت عليتي سقف التوقعات جامد كده يا حاجه. الشيف زوزو لو ما ظبطتش الحاجه بتاعتها زي ده هي كده تعتبر اكنها خسرانه. لو جابت اقل من 10 هي كده تبقى خسرانه. انت تقييمك كام؟ انا بصراحه اديله برضو 10 من 10. يلا بقى اللي بعده شيف زوزو. الف هنا. شكرا يا شيف زوزو. يلا نبدا بقى التقييم يا معلم. الطبق الثاني وندوق بس قبل ما تشيكن رانش. انا شايف المكونات شكلها حلو، بس العجينه انا شايفاها ان هي ما استوتش شويه، مش الطف حاجه. يعني العجينه مش مستويه قوي. ماشي خلينا ندوق كده وربنا يستر من التلبك المعوي. بسم الله. العجينه كانت محتاجه تستوي طبعا، ده اول حاجه. فيها ملح زياده. لا بالعكس، انا حاسه لا انا كنت حاسه ان في الثانيه كانت مملحه اكتر والله. دي الملح بتاعها بالنسبه لي مظبوط، بس هي العجينه مش مستويه. انا برضو مش عاجبني حته الجناب الكبيره قوي دي انا مش مستلطفه. يعني كانت عايزه تبقى مثلا فيها حاجه محشيه، كانت تبقى محشيه. يعني تحط فيها مثلا جبنه، تحط فيها كيري، الكلام ده كله. بس في المجمل صوص الرانش بيخليها مديها طعم حلو. هي كتوبنج حلو بس وكطعم عجينه برضه حلو، بس مش مستويه. فده هيقلل من التقييم جامد. وتديها كام يا حاجه؟ اديها 9. 9 لانها لو كانت مستويه كانت هتبقى بيرفكت بالنسبه لي. لا انا ممكن اديها 8. انت بس في الشخصيه. انا حاسه ان احنا ناس تانية بس تمام. كسبان هو الشيف احمد. مبروك. مبروك. الله يبارك فيك. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وتحدي النهاردة. فلو عجبكم الفيديو متنسوش تشجعوهم وتشتركوا في القناة بتاعتهم وتعملوا لهم لايك على الفيديو وشير وسبسكرايب. ولو عجبكم التحدي ده قولوا لهم عشان يجيبونا تاني لجنة تحكيم. اكتبوا لهم تحت في الكومنتات
ايه رايكم فينا في لجنه التحكيم؟ بس كده نشوفكم في فيديو جديد. سلام. لا بس حلوه الفيديو. عاش عليا بجد والله. تسلم ايديا. الله اكبر الله اكبر. كويسه في عينيكم.